مع انه قول لي الاعمال التاليه بقى للمقابله اللي كانت في التجربه كانت ايه؟ عملت مع الاستاذ عادل امام، يعني عملت التجربه الدنماركيه، وعملت معاه فيلم حسن ومرقص، وعملت معاه مسلسلين، مسلسل عفاريت عادل علام ايوه، ومسلسل استاذ ورئيس قسم. دي برضه ليها قصص يعني. يعني مثلا انا عرفت من الاستاذ يوسف معاطي ان المشهد اللي انا كنت عامله مع الاستاذ عادل امام ده اربك الفيلم. ليه؟ كان في جهه معينه في مصر رافضه هذا المشهد، ان المشهد ده لازم يترفض. والاستاذ عادل امام اصر ان المشهد ده لازم يتعمل، وان المشهد ده ما يتحذفش، اللي هو بتاع الدين بيقول ايه. ايوه، اللي هو مراتي بتضربني فالدين بيقول ايه كذا كذا، الدين بيقول ايه، الدين بيقول ايه، الدين بيقول ايه. عرفت بعد كده ان ده كان معطل الفيلم فتره انه يتعرض بسبب انهم عايزين يشيلوا المشهد ده، وهو مرضيش والمشهد عظيم وبيضحك جامد بالظبط، وكله ضحك وفي معنى. في معنى للناس الغلابه البسيطه الطيبه اللي مراته مثلا بتضغط عليه يعمل ايه. وفي الاخر قلت له انا في السيناريو اللي هو ما اقدرش اسيبها. قلت له ما اقدرش اسيبها تضربني بالشبشب، ده انا بقول حاجه من عندي. لما جينا نعمل الاكشن بقى ما قلتهاش. فالاستاذ عادل امام قال لي مش انت قلت بالشبشب؟ قلت له بس انا كنت بهزر يعني. قال لي لا تقولها. قلت له سعاد اللي مش في النص. قال لي انا ضحكت تقولها. فرحت قايلها وخدت في السينما، يعني الناس صوتت من السكسيه، خدت سكسيه كبيره. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب.